اهلا بيكم. معكم محمد. في الحلقه اللي فاتت احنا وصلنا لحد ما بقى عندنا ان موجوده عندنا على الدومين بتاعنا والهوستنج بتاعنا. وامبارح برضو حصلت معانا مشكله بسيطه جدا، ان انا لما جيت اعمل لوجن عندي على الحساب لقيت نفسي ناسي الباسورد، او الباسورد اللي انا كتبته وانا بعمل المرحله بتاعه الكونفيجريشن بتاعه ان نسيته. فضغطت على فورجيت باسورد، لقيته مفيش امكانيه ان انا ابعت الباسورد دوت، او ان انا اراسل حتى الايميل بتاعي. فلقيت طريقه ظريفه جدا، قلت برضو اعملها شيرد معاكم بحيث ان احنا نقدر نريست الباسورد دوت. بروح افتح السي عندي، بعد كده بخش على اليوزر ادمنستريتور، هلاقي فولدر عندي اسمه دوت ان 8. هلاقي عندي فايلين، في فايل بتاع اسمه database دوت سيكولايت، وفايل الكونفيج. باخد الفايلين دول كده وابدا اعمل لهم ديليت. مش الملف بتاع الداتابيز مش هيرضى يتمسح، ده عشان احنا مشغلين ان فاقدر اجي مرة تانية على التيرمينال اللي كنا مشغلين فيه ان اوقف ان ارجع تاني امسح الفايل بتاع الداتابيز، ارجع مرة تانية او مشغل ان عندي. وبعد ما شغلنا المنصة مرة تانية اجي هنا اهوت اعمل ريفرش، هنلاقي طلب مني مرة تانية ان انا اعمل الكونفيجريشن بتاعتي. ادخله تاني الباسورد. ممتاز جدا. كده احنا اتعلمنا ازاي حتى نعمل ريست في حالة ان احنا نسينا الباسورد بتاعتنا بتاعت ان ازاي نقدر نعمل لها ريست. وشكرا. كده خلاص اشتغلت معايا على الدومين. وتابعونا المرة الجاية هنبدأ نتعلم ازاي نعمل سيرتيفيكت، وازاي نقدر نربط ان بعد ما نزلناها عندنا على الجهاز بطريقة سهلة جدا.